ومرحبا بالجميع، يا رب تضلوا بخير. رح ساوي حاجة كتير سهلة واقتصادية ب3 مكونات فقط. رح تتفاجئوا من بساطة المقادير ولذاذة الوصفة. بداية بناخد طبق العمل بنحط فيه نصف كوب زيت ونلحقهم بنصف كوب سكر، وهذا بيكون المقدار الثاني. بنخفق المكونين مع بعض حتى يدوب السكر. بنزود عليهم المكون الثالث وهو اللي بيكون كوب الدقيق مع ملعقتين من الكاكاو. حبايب قلبي فيكن تستغنوا عن الكاكاو، ما بيأثر على وصفتنا، بيعود هذا حسب الذوق. هلأ بندير المكونات مع بعض البعض ونلمهم. هلأ ممكن تعتازوا كوب وربع من الطحين، يعني أكتر من الوصفة أنا اللي زودتها من كوب دقيق بشي ربع كوب. هلأ بنبدأ بالمرحلة اللي قبل الأخيرة وهي تشكيل حسب ذوقكن. أنا شكلت بهاي الطريقة وكتير عجبتني، أكيد رح تحبوها. طريقة بسيطة كتير وما بتحتاج منكن وقت. بنشكل الكرات متل ما شايفين، نضغط ضغطة صغيرة، بعدين بواسطة السكين بنعمل حزوز. نكمل باقي القطع بنفس الطريقة. فيكن بس تكوروا وتضغطوا عليها وتعملوها بس دوائر وتحطوها بصينية الفرن. بس هذا الشكل أكيد حيعجبكم. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بياخدوا من 15 ل20 دقيقة. هذا بيعود حسب نوع الفرن اللي عندكن. وهيك صار البسكويت جاهز. طعمها بجنن، مقرمشة من برا وطرية من جوا، بالنص بتدوب ذوبان، ومع كوباية شاي تحفة. عقلت اخواننا المصريين.